صحيفة ماركا الأسبانية نزلت بيان عاجل، ومضمون البيان ده إن 6 لاعبين من كتيبة ريال مدريد عقودهم هتنتهي بنهاية الموسم الحالي، وواحد من اللاعبين دول وهو الكرواتي لوكا مودريتش خط وسط النادي، والمدرب كارلو أنشيلوتي مش حاطه في الحسبان لإشراكه أساسي في جميع المباريات. والألماني الأنيق توني كروس واحد من اللاعبين اللي عقده هينتهي، والنادي الملكي بيتمنى التجديد للاعب على الأقل سنة إضافية، واللاعب صرح أكتر من مرة إنه بيفكر في الاعتزال. ماركو أسينسيو واحد من اللاعبين اللي عقده هينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللاعب على حافة المغادرة من النادي، وأندية كتيرة بتتمنى التعاقد مع اللاعب. ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد واحد من اللاعبين اللي عقده هينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبيريز معجب بأداء اللاعب الأسباني وبنسبة كبيرة هيجدد سنة مع النادي الملكي. داني سيبايوس واحد من اللاعبين اللي عقده هينتهي بنهاية موسم 2023، وبنسبة 90% اللاعب هيغادر، لأن النادي الملكي بيمتلك مجموعة من اللاعبين اللي بتلعب في نفس المركز. ماريانو دياز عقده هينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللاعب ما شاركش فترة كبيرة مع النادي لوجود المهاجم الهداف كريم بنزيما، وبنسبة كبيرة اللاعب هيغادر النادي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.